السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نسولف على الاعفاء بالتفصيل ومن ناحيه شنو انواع الاعفاء وشلون تقدر تحصل الاعفاء، وراح نتكلم عن نصائح راح تفيدك جدا جدا بالاعفاء. هي نصائح بسيطه بس الطلاب اللي طبقتها هواي استفادت. واذا ما حصلوا اعفاء فردي فحصلوا اعفاء عام. وبالاضافه الى ذلك اي معلومه ببالك ما تعرفها عن الاعفاء فراح تعرفها بالتفصيل. هسه بدون ما نضيع اي وقت خلينا نبلش. اول شيء خلينا نبدا به الصفوف اللي مشمولين بالاعفاء. الصفوف اللي مشمولين بالاعفاء هم الاول المتوسط والثاني المتوسط والرابع اعدادي والخامس اعدادي. اما طلاب السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي فانتم بالاصل طلاب وزاري، يعني قرار الاعفاء ابد ما يشملكم لان انتم اول وتالي راح تمتحنون وزاري، تمتحنون نهايه السنه. اما طلاب الاول متوسط والثاني متوسط والرابع والخامس اعدادي ذولا امتحاناتهم راح تكون بالمدرسه، والاسئله تجي من قبل مدرسينهم. وزاره التربيه ما لها اي دخل باسئلتهم، فلذلك لهذا الوزاره مطي اعفاء لهذين الصفوف. الصفوف معينه ومحدده لان المدرسين لهم حق يعبرون هذا الطالب الغير صف من خلال الاعفاء. هسه اول شيء عرفت الصفوف اللي مشغولين بالاعفاء، هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه الاعفاء بنوعين، اول شيء الاعفاء العام وثاني شيء الاعفاء الفردي، وهم هذين النوعين من الاعفاء موجودات على بالسنه الجديده ان شاء الله. اول شيء خلينا نبدا نشرح الاعفاء العام. الاعفاء العام تعرفون قانونه. اول شيء لازم اقل درجه عندك بالسعر السنوي 75، ومعدلك مال كل المواد المعدل العام 85. بهاي الحاله انت تستحق الاعفاء العام وناجح من امتحانات اخير السنه بدون ما تمتحن اي ماده، يعني ناجح مباشره من من هذا الصف للصف اللي بعده. وطبعا قبل كل شيء الاساس عندك فصل اول ونص السنه والفصل الثاني، هذين الثلاثه ينجمعن ويتقسمن على ثلاثه وتطلع لك درجه السعر السنوي. انت اساسك كله معتمد على السعر السنوي. شلون يعني اذا انت جبت بالسعر السنوي معدل 85 فما فوق واقل درجه عندك 75 فما فوق، انت بهاي الحاله مشمول بالاعفاء العام وما تروح تمتحن اي ماده، يعني ناجح من هذا الصف للصف اللي بعده مباشره. طبعا خلينا نقول انت معدلك كان بالفصل الاول 90 وبنص السنه 80 وبالفصل الثاني 85، هاي اذا تجمعها راح تساوي لك 255 تقسيم 3 تطلع لك 85. وبهاي الحاله انت مع في اعفاء عام، ما تروح تمتحن ولا ماده بنهايه السنه. وطبعا اغلبيتكم ما يعرفون شنو فصل اول وشنو هو فصل ثاني، انا راح اشرح لكم اياها بالتفصيل. اول شيء عندك فصل اول من شهرين، تجمع درجه الشهر الاول والشهر الثاني تتقسم على اثنين تطلع لك درجه الفصل الاول، هاي لكل درس. طبعا نص السنه امتحان واحد قد ما اخذت بيه تنزل درجتك بيه، لا بشهرين ولا هذا. وعندك الفصل الثاني نفس الفصل الاول بالضبط، هم يعني بشهرين تمتحن شهر اول وشهر ثاني تنجمع وتتقسم على اثنين وتطلع درجه الفصل الثاني. انه بتنجمع الفصل الاول ونص السنه والفصل الثاني ينجمع عن ثلاثتين وتقسم على ثلاثه وتطلع لك درجه السعر السنوي. اذا طلع معدلك 85 درجه فما فوق واقل درجه 75 فانت مع فيه اعفاء عام. هسه اول نوع من الاعفاء اللي هو الاعفاء العام خلصنا. هسه نحكي لكم على الاعفاء الفردي. الاعفاء الفردي هذا معروف قانونه انه كل ماده تجيب بها 90 درجه بالسعر السنوي فما فوق فانت معفي بهاي الماده وما تمتحنها نهايه السنه. يعني مثلا نقول انت بالفصل الاول جبت بيها 100 هاي الماده، خلينا نقول مثلا الاسلاميه اسهل ماده، نقول جبت بيها بالفصل الاول 100 نص السنه 100 وبالفصل الثاني 70، هاي 270 تنجمع وتتقسم على ثلاثه تطلع لك 90 درجه اللي هي درجه الاعفاء. ومثلا نقول انت جبت بماده الكيمياء بالفصل الاول 90 نص السنه 90 الفصل الثاني 90، هاي راح تطلع لك تقريبا هم 270 تقسم على ثلاثه تطلع لك 90. وهم انت بهاي الحاله معفي بهاي الماده بدون ما تمتحنها بنهايه السنه. وهذا النوع من الاعفاء مثل ما قلت لكم ببدايه المقطع انه ان شاء الله مستمرات على السنه الجديده موجودات اثنين هن، واي اعفاء يعجبك تقدر تشتغل عليه وتطبقه. بس اني من وجهه نظري انه الاعفاء العام اسهل من الاعفاء الفردي. شلون يعني؟ اتذكر بالسنوات السابقه انه كان قبل بس اعفاء فردي ماكو اعفاء عام. بالاعفاء الفردي اما تقدر تنعفي بكل المواد انه لازم كل المواد تجيب بهن 90 درجه اقل شيء، يعني اقل شيء 90 درجه فما فوق، يلا انت بهاي الحاله تنعفي بكل المواد. اما بالاعفاء العام الاعفاء العام لا اسهل من الاعفاء الفردي. شلون يعني؟ يعني مثلا اذا عندك ماده صعبه تعاني منها، مثلا خلينا نقول الرياضيات او الفيزياء، المهم انه عندك ماده صعبه انت تعاني منها، تقدر اذا تجيب بها 75 همين تنحسب من ضمن الاعفاء. وطبعا شيء اكيد مو كل المواد تجيب بها 75 وبهاي الحاله انت ما راح تطلع فوق لان معدلك ما راح يصير 85 راح يصير 75، لا انت وازن. مثلا المواد السهله مثل الاسلاميه وباقي المواد اللي عندك سهله تجيب بهن 90، يعني خلي موازنه بين درجاتك، عندك تسعينات عندك ثمانينات، يعني بحيث اقل درجه عندك خليها الاصعب ماده جيب بها 75، كل ما تنزل عن ال 75 يلا تنحسب من ضمن الاعفاء. وها هاي ال 75 جيبها الماده او مادتين بالزايد لا تعبر المادتين.
حتى ما تصعب عليك الامور مال الاحفاء وتقدر تطلع الاحفاء. يعني خلي موازنه بدرجاتك. شلون يعني خلي موازنه؟ يعني جي المواد السهله جيب بيها التسعينات، المواد اللي عندك وسط بكل الصعوبات جيب بيها بالثمانينات. يعني يكون اصعب ماده عندك او اقل درجه 75، لان اذا نزلت عن ال 75 ما راح تنحسب من ضمن الاعفاء، لان هذا الاعفاء العام قانونه اقل ماده تجيب بيها 75. وها مثل ما قلت لك ال 75 خليها الماده او المادتين لا تعبر المادتين. هسه بخصوص الاعفاء شنو هو وما الصفوف المشمولين به خلصنا. هسه نبدي نحكي عن النصائح. هاي النصائح ان شاء الله راح تساعدك حتى تطلع الاعفاء. واذا اكو طلاب طبقتها، بس اذا اكو طلاب طبقتها وما حصلوا اعفاء عام فحصلوا اعفاء فرد، ان شاء الله راح نحكي بهاي الحلقه. اول شيء اهم نصيحه انطيك اياها بخصوص الاعفاء هو حضر يومي، التحضير اليومي والتحضير اليومي والتحضير اليومي والتحضير اليومي. اعيد لك اياها 4 مرات حتى ان شاء الله تركز على هاي الخطوه. لان نقول فرضا انت اعطوك تحضير يومي، هذا التحضير تمام مش تبي تقرا بس بليله الامتحان من يجي امتحانك، يعني قبل الامتحان بيوم يلا تبدا تقرا. هاي الخطوه جدا غلط، اكبر خطا من تسويها، لان هاي الخطوه راح تصعب عليك الامتحان. لان انت اذا محضر يومي ومراجعها وقاريها، فبليله الامتحان من يطلب منك امتحان شهر بليله الامتحان فقط تراجعها شغله نص ساعه ساعه وتكملها، بدل ما تظل الليله كلها قاعد وتسهر وحتى ما تنام وتروح قبل بوجهك للمدرسه. تمام، هاي اهم خطوه اقولها لك. ثاني شغله اقولها لك انه اي مدرس ولا اي ماده، هاي يعني اي مدرس يجي يشرح لكم اي موضوع بالماده انت حاول تنتبه عليه بقدر الامكان. يعني لا تسولف ويا اصدقائك وجماعتك، هاي خليها بالفرصه وخليها بالايام اللي انت فارغ بيها. يعني المهم ان المدرس يشرح لكم حاول بقدر الامكان وبقدر ما تقدر تنتبه عليه حتى ان شاء الله تفتهم هذا الموضوع. لان اكو مدرسين يقولوا لكم يسووا لكم امتحان مفاجئ، يعني يردون يشوفوكم فاهمين الماده لو لا، فانت لازم تتحذر من هاي النقطه. وحاول بقدر الامكان تقعد لو بالرحله الاولى لو بالرحله الثانيه. ليش؟ لان اول شيء حتى الصبوره تقدر تشوفها بكل وضوح وتقدر تركز وتقدر تنتبه وين المدرس وتسمع ايش دا يشرح ايش دا يحكي وتفتهم شنو الخطوات اللي يقولهن بالصبوره وشنو الحل السؤال اللي جاي لكم اياه وبكل بساطه تفتهم. ومن المدرس يطلب منكم تفتيش دفاتر، كون انت بيومها الماده اللي يريدك تكتبها بالدفتر اكتبها، لان اول شيء التهم راح تكتبها، لان كتابه الورقه والقلم صح تاخذ وقت بس بنفس الوقت بساعه راح تفتهمها وبساعه راح تحفظها اسرع من الشفهي. يعني هم راح تحفظها وتطبع ببالك اكثر من الشفهي، اكثر من ما تحفظ شفهي، وهم راح تحصل على تفتيش الدفتر كم درجه. ومثل ما قلت لك درجتك بالاحفاء لازم تكون درجتك بيها 100. ليش؟ لان خلينا نقول عندك ماده صعبه مثلا الرياضيات او الفيزياء او الكيمياء، نقول يعني مثلا خلينا نقول الرياضيات ماخذ بها 75 وعندك الاسلاميه 100. هي صح درجه 75 مشموله بالاحفاء بس خلها بسطها عليك اكثر. هاي ال100 من يحسبون المعدل هم المدرسين ويقسموها، او من انت تريد تحسب معدلك. المهم هاي ال100 شيل منها 10 اشمرها على 75 مال الرياضيات، ايش قد راح تصير؟ الاسلاميه راح تصير 90، وهاي ال10 درجات شمرتها على 75 مال الرياضيات فراح تصير 85. فالرياضيات رفعت 10 درجات من وحدها وصارت 85. فهنا بهاي الحاله راح تقدر تطلع وترفع درجتك بالرياضيات بهاي الخطوه. وانا لا سامح الله خاف انت باقي لك كم درجه على مود تطلع احفاء العام. بكل بساطه لا تستحي، هذا الموضوع ان شاء الله محلول. روح للمدرس مالتك حاشي قل له مثلا يعني استاذ محتاج 3 درجات حتى تطلع احفاء، محتاج 5 درجات، محتاج 8 درجات، انت حسب شوف ايش قد محتاج. حاشي المدرسين صدقني والله اعرف مدرسين جدا جدا طيبين ويعطون الدرجات للطالب ويفرحوا وبنفس الوقت هم ما يحرجوا ويفرحوا. انت بكل بساطه انا اقول لك اياها لا تعتمد على هذا الموضوع، بس لا سامح الله خاف صار وياك هذا الموقف راجع مدرسينك وحاكي مثلا طلع سعيك بالرياضيات 70 فروح للمدرس مال الرياضيات وحاكي قل له محتاج 5 درجات. شوف بلكي الله يعطيك. وباقي الدروس هم بين هيك حتى ان شاء الله تنشمل بالاحفاء العام. انا مثل ما قلت لك لا تعتمد على هذا الموضوع، بس اذا صار وياك راجع مدرسينك. وصلنا لهذا الفيديو وكل توفيق ان شاء الله. لا تنسوا تشتركون بالقناه واشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني ومع السلامه.